السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن خبر انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت، وسبب صدمة وحالة من القلق وسط جمهور ضخم في الوطن العربي كله. الخبر بيقول إن الفنان الكبير كاظم الساهر توفي، وده طبعا كان صادم جدا لعشاق القيصر اللي بيتابعوه من سنين طويلة. لكن يا ترى إيه حقيقة الخبر؟ هل كاظم الساهر فعلا توفي؟ ولا دي مجرد شائعة زي اللي بنشوفها كل شوية؟ تعالوا نعرف الحقيقة كاملة ونوضح التفاصيل اللي حصلت من أول انتشار الشائعة لحد رد الفنان نفسه. في الساعات الأولى من صباح اليوم بدأت صفحات على الفيسبوك وتويتر تنشر خبر بعنوان عاجل: وفاة الفنان كاظم الساهر في حادث سير مروع. الخبر ده انتشر بسرعة البرق واتنقل من صفحة للتانية ومن جروب لجروب لحد ما بقى ترند على تويتر في أكتر من بلد عربي زي العراق ومصر ولبنان. الناس بدأت تسأل وقلوب المحبين اتشدت، خصوصا وإن كاظم معروف عنه إنه بيبعد عن الإعلام ومش بيظهر كتير، فغيابه ساعد على إن الشائعة تنتشر أكتر. مع انتشار الشائعة بدأ جمهور كاظم الساهر يعبر عن حزنه وقلقه، وناس كتير كتبوا بوستات وداع، وبعضهم نشر صور قديمة له وكتبوا كلام مؤثر جدا. لكن الغريب إن ولا وسيلة إعلامية محترمة نشرت الخبر، وده خلى الناس تبدأ تشك هل فعلا كاظم مات ولا في حاجة غلط. ناس كتير كمان دخلت على صفحات الفنان على انستجرام وفيسبوك يدوروا على أي إشارة أو بيان رسمي، لكن لحد اللحظة دي مفيش أي تأكيد. وبعد ساعات من الجدل طلع أحد المقربين من كاظم الساهر ونفى الخبر تماما، وقال بالحرف الواحد: كاظم بخير، وكل الأخبار اللي بتقول إن توفي غير صحيحة تماما وما هي إلا شائعات مغرضة. وبعدها قام المكتب الإعلامي للفنان بنشر بيان رسمي قال فيه: الفنان كاظم الساهر بصحة جيدة، وهو حاليا في فترة راحة، ونؤكد أن كل ما يتم تداوله عن وفاته كاذب وغير صحيح. كمان في فيديو اتنشر من أحد أصدقائه المقربين بيظهر فيه القيصر وهو في مكان هادئ بيتكلم مع أصدقائه، وده أنهى الجدل بنسبة كبيرة. ليه دايما بيتعرض كاظم الساهر للشائعات؟ الغريب إن دي مش أول مرة نسمع شائعة وفاة كاظم الساهر. في آخر 5 سنين انتشرت أكتر من 3 شائعات بنفس الطريقة، مرة عن أزمة قلبية، ومرة عن حادث سيارة، ومرة عن إصابة بفيروس خطير. لكن ليه؟ السبب في الغالب هو شهرة كاظم الكبيرة وحب الناس ليه وغيابه الطويل عن الإعلام، ده بيخلي أي خبر مفاجئ عنه ينتشر بسرعة. والمؤسف إن بعض الصفحات بتستغل حب الناس وتنشر أخبار كاذبة لمجرد جذب التفاعل والمشاهدات، حتى لو كان على حساب مشاعر الناس. إحنا بنوجه رسالة لكل جمهور كاظم الساهر في الوطن العربي: اطمئنوا، القيصر بخير، وكل الشائعات اللي بتقول غير كده غير صحيحة. وعاوزين نقول كمان، مهم جدا إننا ما نصدقش أي خبر بيتنشر على السوشيال ميديا من غير مصدر موثوق. لازم نرجع دايما للمصادر الرسمية ونتأكد قبل ما ننشر أو نشارك أي معلومة ممكن تسبب ألم أو خوف للناس. في النهاية بنتمنى للفنان الكبير كاظم الساهر الصحة والعافية وطول العمر، وإنه يفضل دايما مصدر إلهام وسعادة للجمهور الكبير في كل مكان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر أغنية بتحبوها لكاظم الساهر، وهل اتأثرتوا بالشائعة دي؟ سلام عليكم، ونشوفكم في فيديو جديد على قناة أخبار النهاردة.